السلام عليكم. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ ازاي حضرتك عامل ايه يا استاذ احمد؟ والله انا متشرف جدا ان انا يعني اشتغل معاك حلقه زي كده. انا دايما بحب اتفرج على حلقاتك واول مره اطلع معاك وده حاجه شرف ليا يعني. الشرف ليا اولا في البدايه، بس قبل ما نتكلم عن اي حاجه انا عايزك يعني تقول للناس انت بتعمل ايه، عشان برضو الكلام اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في ناس كده هتحس ان ايه، ان انت ممكن تقول كلام عشان حاجه معينه. فخليني الاول كده اديك الفرصه ان انت تشرح انت بتعمل ايه بالظبط عشان الناس تبقى عارفه مين هو محمد تهامي. انا اسمي محمد التهامي. بحب الكتابه من زمان جدا. بدات كتبت في مجله كلمتنا ايام الكليه وايام الثانويه العامه. بعد كده حبيت موضوع السيناريو اكتر. يعني انا طول عمري مرتبط بموضوع الفن يعني. كتبت مسلسلات اذاعيه، كتبت في حدود 5 مسلسلات اذاعيه. منهم حاجات انا كاتب السيناريو الحوار، وفي حاجات انا كاتب الروايه. في فتره نزلت اكتر من روايه، نزلت اشهرهم يعني روايه هريوبلس. دي اللي عملت يعني مبيعات وعملت ليا اسم يعني شويه زمان يعني، وبسببها طلعت في التلفزيون واتعملت مسلسل راديو. ويعني كانت عامله لي روايق في فتره صدورها يعني. ليا روايه تانية اسمها حفيد المعز. ما حققتش حققت نجاح، بس مش النجاح اللي هو يعني اللي انا شفته في ايه في هريوبلس يعني. كتبت بقى قصص كتبت قصص قصيره. بس يعني مش النجاح اللي هو برضو روايه هريوبلس او الكتابه الروائيه يعني. بحب جدا كتابه السيناريو. جربت، خدت ورش سيناريو. اخر ورشه كنت واخدها مع استاذ محمد هشام عبيه. دي من سنه او سنتين تقريبا. دايما عندي فكره السيناريو. انا ممكن اكون يعني ما حققتش النجاح الكبير في السيناريو بسبب ان انا عايش بعيد عن القاهره، عايش في محافظه اقليميه. وليا شغلي تاني وحياه تانيه بعيدا عن الكتابه. بس دايما فكره الكتابه وفكره الكتابه المسلسلات عموما يعني الحاجه اللي هي بتشدني، وحاجه اللي هي مأثره على يعني مثلا انت ايه حققت نجاح مثلا في حياتك مثلا، او حياتك العائليه والاسريه وكده، انت مش لاقي نفسك. فانا بعد سن معين لا حسيت ان السعاده او اللي انا المفروض اعمله لا هو اللي انا كنت المفروض اعمله، اللي انا ما كنتش هسيب الكتابه واللي انا اكتب تاني. فانا رجعت اكتب تاني سيناريو. وحاليا بكتب سيناريوهات بكتب يعني حلقات لمنصات على جميل. الانترنت. طب هو انت شغلك التاني ايه يا محمد؟ يعني انت اصلا شغل مهنتك لا الاساسيه موظف، ايه؟ يعني موظف في شركه هنا عندنا في المحافظه اللي انا موجود فيها. تمام. خريج ايه يا محمد؟ انا خريج كليه تجاره. تمام. وشغال حاليا في الحسابات يعني. بس يعني بعد ما خرجت من كليه التجاره عملت دراسه تانية، وخدت تخصص مختلف. وخدت بقى بعد كده ماجستير ودكتوراه يعني في الاداره العامه والعلوم السياسيه. بس مرتبطه بشغلي يعني مرتبطه. انا يعني مرتبطه بالمجال اللي انا شغال فيه. جميل ف جدا. طيب بص، يعني هو اولا البدايه والمشوار اللي انت حكيته ده يعني حاجه بالنسبه لي عظيمه جدا، ان انت ما تخليتش عن حلمك، وان انت لسه مصر انك توصل فيه لنتيجه تكون مرضيه، واتمنى لك طبعا كل التوفيق في اللي جاي. يمكن لما انت كلمتني وقعدنا نتكلم مع بعض وندردش كده، وبعدين يعني انت قلت لي تفصيله معينه في الكلام وفي الحاجات اللي انت بتعملها، فانا على طول يعني نورت كده في تلافيف مخي كده لمبه، ان انا عايز اتكلم عن حد انا بحبه جدا، وواحد من اهم الناس اللي اثروا فيا كانسان وكمشاهد، ويعني ما اعتقد كمان مش فيا انا بس، في معظم المصريين تقريبا. احنا النهارده هنتكلم عن عميد الدراما العربيه الاستاذ اسامه انور عكاشه. ولان الكلام عن الاستاذ اسامه انور عكاشه ما يكفيهوش حلقه واحده ولا حلقتين، ومحتاج وقت طويل قوي، فاحنا النهارده يعني ايه، هنتكلم كده عن احاسيسنا وارائنا والحاجات المميزه قوي اللي موجوده في بالنا واحنا بنتكلم عن الكاتب العظيم ده. واعتقد ان احنا ممكن بعد كده حتى هيكون في بينا حوارات وحلقات تانية عن مسلسلات بعينها او شخصيات بعينها او موضوعات معينة الاستاذ اسامه انور عكاشة يعني يركز عليها وكتب فيها كتير وتناولها في اكتر من عمل.
وحتى ممكن اقول ان كان عنده فلسفة خاصة بيها. فاحنا النهاردة هنتكلم بشكل عام كده، يعني تداعي حر للافكار عن الاستاذ اسامه انور عكاشه. فانت كنت قلت لي ان انت قابلته قبل كده مرتين، احكي لي بقى المرات اللي انت قابلته فيهم حصل ايه واحساسك كان عامل ازاي؟ انا قابلته مرتين. اول مره كانت في ندوه كانت بخصوص تقريبا ساعه ما حصل عليه هجوم بتاع مسلسل عمرو بن العاص، وهو كان صامت جدا ومصمم على رايه جدا، وهو من الناس اللي هي ارائها شويه حاده، يعني هو مش اراءه شويه ايه، واراءه بتنعكس في اعماله. يعني بمعنى ايه؟ يعني ده لاحظتها قوي. يعني هو مثلا في الندوه ديت مثلا حكى ان هو مثلا هو كان قبل، هو اول عمل كتبه تقريبا في حدود سن ال40، قبليها كان راح مثلا الخليج وما توفقش. يعني هو كان شغال تقريبا مدرس على ما اتذكر يعني، وراح اشتغل في الخليج مدرس وما ارتاحش. هتلاقي في كل اعماله في شخصيه من الخليج مثلا راجعه وبرضه بتتكلم يعني اسامه بيطلع عليها عقده او بيطلع عليها تجربته الشخصيه. تمام. هكذا في كل، يعني في حياته كلها، يعني في كل اعماله. الندوه الثانيه كان بيتكلم عن فكره الدراما، بس الندوه الثانيه بقى باهميتها بالنسبه لي بقى اللي انا كلمته، يعني اداني 10 دقائق او ربع ساعه من وقته. ودوت بقى يعني مع اني كنت صغير جدا، يعني كنت مثلا طالب مثلا في الثانويه العامه او في الاولى كليه، فلقيته يعني لا، ما قلت له انا بكتب، فلقيته لا، خدني من ايدي كده مسكني وراح قال لي يعني اتكلم معايا. تمام. اتكلمتوا عن ايه بقى؟ اتكلمنا عن الدراما، عن الدراما يعني. فحكيت له كان ساعتها بحكي له يعني عن فكره الروايه اللي انا كنت عايز اكتبها وكده، وبحكي له عن فكره الكتابه وكده. فهو نصحني نصيحه وقتها، يعني ازاي اكتب، يعني يعني في السن دوت، يعني انت بتتكلم على واحد مثلا 16 سنه 17 سنه. فطبعا انا كنت مبسوط جدا ان يعني ان هو اهتم، يعني ان هو مثلا انت وسط ناس، فانت قلت له انا بكتب، وشاب صغير يعني راح خدك من ايدك وقعد يعني ادالك وقت وساب الناس الكبار يعني، او ساب الهوجه اللي حواليه يعني. فقال لي الكتابه دي مش حاجه سهله، يعني ده رايه في الشخص يعني، وان الكاتب دوت بيعيش تعيس، لانه بيعيش يراقب الناس اللي حواليه عشان يقعد يكتب. فقلت له لا، انا مصمم ان انا اكتب، انا بحب الكتابه يعني. فما قعد يتكلم معايا شويه، فقال لي لا، قال لي بص، هو في يعني انت عندك حته المسلسلات اكتر من الافلام، وان انا بفكر بشكل عرضي مش بفكر بشكل طولي، يعني المسلسلات. وهو ده برضو يعني دي برضو حاجه فيه، هو نجح اكتر في المسلسلات، ما نجحش في الافلام. فهو في نوعين من التفكير، يعني نوعين في الكتابه في الدراما، ان واحد بيكتب لقطه معينه بشكل معين، وفي واحد بيكتب احداث كتير وبياخد لقطه عريضه يعني. فهو بيقول لي لا، انت يعني لو انت اشتغلت في المسلسلات تبقى احسن يعني. وفعلا يعني انا خدت النصيحه ديت وركزت فيها، ولقيت فعلا انا نفسيا بميل اكتر للكتابه الدراميه عن الكتابه السينمائيه. بس دول اللقاءين يعني. واداني رقم تليفونه، بس بعدها بفتره يعني ما حصلش. ده كان سنه كام اللقاءين؟ كانت سنه دول كام؟ كانوا قبل ما يتوفى، كانوا مثلا في حدود، هو توفى تقريبا 2010. اللقاءات دي كانت 2000 مثلا، يعني واحد لقاء مثلا 2003 ولقاء مثلا 2005 مثلا، اللي هو كان خلاص يعني قبل ما يتوفى يعني. الله يرحمه. طيب بص، يعني اسمح لي بس هقول يعني دقيقه كده شويه معلومات برضو للناس، نبقى نقول ازاي بدأ أسامة أنور عكاشة. نقول ان هو اتولد سنة 1941، اتولد في مدينة طنطا، وبعد كده راح عاش طفولته في اعتقد في كفر الشيخ. اتخرج سنة 62 من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بكلية الآداب جامعة عين شمس. وبعد ما اتخرج راح اشتغل مدرس في كذا، يعني لا، راح اشتغل الاول اخصائي اجتماعي في مؤسسه رعايه الاحداث، وبعد كده اشتغل مدرس، وبعد كده راح اشتغل مدرس تاني، وبعدين بقى اشتغل اخصائي اجتماعي في رعايه الشباب في جامعه الازهر. ودي كانت اخر وظيفه رسميه يعني يشتغل فيها قبل ما يستقيل سنه 82 ويتفرغ للكتابه الدراميه. زي ما انت قلت دلوقتي، هو كان عنده رحله غربه قصيره كده، راح يشتغل في الكويت لفتره، لكن هو رجع من التجربه دي لا عمل فلوس ولا عمل نجاح او حاجه. ففعلا انت قلت ان هو فعلا يعني عنده
يعني مشكله او حاجه بالنسبه للناس بتوع الخليج وكده، فيمكن التجربه الذاتيه بتاعته اثرت عليه في وجهه النظر دي. لو قلنا بص، مثلا هو بدأ ازاي، يعني لو قلنا أسامة أنور عكاشة بدأ ازاي، هو اول حاجه بدايته خالص ان هو كان كتب مجموعه قصصيه، يعني مجموعه من القصص القصيره اسمها خارج الدنيا. والمجموعه دي هي ومجموعه تانية اتاخد منها قصتين. القصتين دول اتعملوا سهرتين دراميتين. ولو انا عايز اقول ان مين صاحب الفضل على اسامه انور عكاشة ان هو يدخل عالم الدراما ويكون كاتب محترف ويكمل المسيره الكبيره الهائله دي، فانا اقدر اقول ان هو المخرج فخر الدين صلاح. المخرج فخر الدين صلاح هو صاحب التشجيع. كل البدايات الاولى، المسلسلات الاولى كلها والسهرات، الانسان والجبل، ابواب المدينه، الحاجات دي كلها من اخراج، والمشربيه كلها من اخراج فخر الدين، الاستاذ فخر الدين صلاح، اللي توفي في حادثه شهيره، يعني الحادثه بتاعت الطياره المصريه في مالطا، حادثه مطار لارناكا سنة 85 تقريبا على ما افتكر يعني، او 86. اسامة انور عكاشة لما قرر ان هو يتفرغ سنة 82 بدأ يكتب اعمال كتيرة قوي. يمكن انا بالنسبة لي شايف ان اول حاجة علمت مع الناس، ويعني بعيدا عن الانسان والجبل والحتة دي، هو مسلسل المشربية. تمام. فانا مع البداية كده عايز اعرف انت اول مسلسل تشوفه الاستاذ اسامة انور عكاشة ويعجبك، يعني اول حاجة اتعلم في بالك دلوقتي لو انا سألتك هيكون مسلسل ايه؟ لا انا بدايتي شويه متاخره يعني، انا يعني لا، ما انا عارف، المشروع. احنا ما كناش موجودين في الوقت ده، بس انا بتكلم انت شفت ايه اول حاجه ليه وعلمت في بالك قوي؟ لا انا يعني اول حاجه شفتها ليه طبعا كانت الزيزينيا. زيزينيا. تمام. معلش انا بعد كده شفت بقى، يعني هو كانت مع ان كانت قبلها ارابيسك، بس شفت زيزينيا وبعد كده شفت ارابيسك، وبعد كده تمام. شفت ليالي الحلميه، شفتها متتاليه ورا بعض، ما شفتهاش اجزاء يعني زي الناس كانت تشوفها. م-م. وكانت حاجه رائعه يعني، اللي انت تتفرج على 150 حلقه مثلا متتابعه يعني كانت حاجه حاجه. عظيمه طبعا. فشفتها بشكل ان حسيت ان الراجل ده ازاي عظيم. شفت بقى ابو العيله البشي، بس اول حاجه ارتبطت مع اسامه هي زيزينيا. زيزينيا. تمام. والاغنيه بيحيى الفقراني طبعا، لا حاجه طبعا. فظيعه. انا عايز اقول لك ان زي ما انا يعني قلت من شويه كده، اللي هو لو في عمل بجد احنا ممكن نقعد نتكلم عنه نعمله سلسله حلقات لوحدها، هيكون مثلا حاجه زي زيزينيا. يعني انا عايز اقول لك حاجه، برغم طبعا العمل الاسطوري التاريخي اللي كل الناس يعني متعلقه بيه، ليالي الحلميه وكده، لكن لو انا شخصيا بالنسبه لي في اعمال تانية انا بفضلها كتير عن ليالي الحلميه. يعني ليالي الحلميه طبعا مسلسل عظيم وهايل وكل حاجه، لكن انا شخصيا مش مرتبط بيه قوي قد ما انا مرتبط باعمال تانية. يعني انا مرتبط بزيزينيا اكتر، مرتبط بالنوى، مرتبط بالرايه البيضاء، مرتبط بالاعمال اللي ممكن مع الناس وكده بيعتبروها مسلسلات جميله بس مش في قيمه ليالي الحلميه. لا، انا بالنسبه لي في حاجات تانية هايله اكتر من ليالي الحلميه. وانا شخصيا اول مره اشوف اسم اسامه انور عكاشه واتعلق بقى واعرف ان في كاتب مهم وكده، كان في مسلسل جميل جدا شفته وانا طفل، يعني كان مسلسل انا وانت وبابا في المشمش. تمام. طبعا طبعا. فعايز اقول لك ان دي عامله لي حاجه بقى مختلفه شويه، ان الناس كلها اللي انطلقت مع اسامه انور عكاشه انطلقت مع الشهد والدموع وابواب المدينه وابو العلا البشري وليالي الحلميه، الناس انطلقت معاه بالشكل ده. فده يعني دخلت معاه من الجانب الاجتماعي والجانب التاريخي وعرض التغير اللي بيحصل للمجتمع المصري. انا كان بالنسبه لي الكاتب اللي بيفضح الفساد والكاتب اللي بيعمل مواقف فيها كوميديا وفيها حاجات، فانا مدخلي لاسامه انور عكاشه مختلف كتير جدا عن اللي انا عرفته عنه بعد كده لما اتفرجت بقى على ليالي الحلميه واتفرجت على زيزينيا واتفرجت على قال البحر والحاجات الباقيه كلها. فدي برضو حاجه مختلفه شويه عندي. طيب خلينا نتكلم عن مراحل اسامه انور عكاشه. انت شايف هل الاستاذ كان طول حياته ماشي على خط واحد، او يعني مهتم بقضايا واحدة او بمشاكل او مسائل واحدة، ولا شايف ان في مراحل مختلفة هو تطور وتغير فيها من وقت للتاني؟ لا انا شايف ان هو زي ما بدا زي ما انت، بس انا في نقطه بس كنت عايز اقولها في سنه الميلاد. انا عملت سيرش النهارده يعني على مين مواليد 41. هو مواليد 41. يعني لقيت عادل امام مواليد 41. لا هي مش دقيقة، لا استاذ عادل امام 39 بس هي مكتوبة 41 عادي يعني، مفيش مكتوبه مشكلة. يعني
صالح سليم، تمام. تمام. شوكار، مم. تقريبا. فلقيت ان السنه مليانه، يعني مليانه كذا حد. تاني حاجه، هو الناس كتير قوي تفتكر ان اسامه مواليد اسكندريه. يعني عشان تعلقوا يعني الكبير جدا بالمدينه الهايله دي. لا، هو كان بيكتب في اسكندريه، دي من الحاجات اه اه. اللي قالها بقى بشكل شخصي. هو كان واخد شقه على البحر، وكان دايما ما الالهام يقف يروح يقعد في البلكونه ويكتب على البحر. وهو ويكتب مثلا، احسن واحد كتب عن اسكندريه بتهيألي. هو الناس كلها فاكراه اسكندراني، يعني ناس كتير جدا مم. فاكراه اسكندراني. انا تمام. شايف ان هو اعماله من ساعه ما بدا، يعني هو ليه اسس مثلا او ليه افكار، ودي مش حلوه في الكاتب. يعني مم. ده، يعني هو اسامه كاتب عظيم، بس لو احنا بقى، لا، ان انت يبقى لك افكار ثابته وتحاول تقدمها في كل الاعمال، فديت مش يعني مش مرن. يعني اقول لك حضرتك حاجه، وحيد حامد مثلا ليه اعمال ما تحسش ان ده وحيد حامد. يعني مم. بمعنى ايه؟ ان عمل مثلا غريب في بيتي مثلا، غير طيور الظلام، غير طريقه الحوار، طريقه الاداء، طريقه الكلام. اما اسامه من اول مشهد، من اول طريقه الكلام، هتعرف ان ده اسامه انور عكاشه. هو تمام. ليه افكار. تعرف آه، ازاي؟ قول لي كده، يعني ايه الحاجه المميزه اللي انت لو سمعت حوار معين تقول ده كتابه اسامه انور عكاشه؟ عنده دايما بيحب يعمل اسقاطات، بيعمل فلسفه. هي تمام. في الوقت دوت كانت مقبوله، لان هو شايف ان الاعلام ده بقى ده عشان تربيته في الفتره اللي هو عاش فيها، يعني ان مم. الاعلام ليه دور توعوي او دور تعليمي. عنده دايما فكره الشخص اللي بيحارب طواحين الهوى. يعني مثلا هتلاقيها في اه، الرايه البيضاء، هتلاقيها في ابو العلا البشري، هتلاقيها في اميره في عابدين، امراه شخصيه بميزان الحق. اه، الفارس النبيل او الشخصيه المثاليه دايما. دايما ضمير ابله حكمت، مم. يعني ده هو الشخصيه دي تقريبا، يعني قدمها بدل المره يعني كتير جدا، يعني في اغلب اعماله. الشخصيه الثانيه او الحدوته الثانيه اللي هو كان بيلعب عليها، مم. اللي هي حدوته اللي هي بقى اللي هي ايه، اللي هو بيسرد التاريخ بشكل الاحداث الاجتماعيه والوطنيه بشكل اجتماعي، بشكل في الحاره وبشكل شعبي. بس مثلا، تمام. يعني مثلا هو مثلا كان ليه موقف مثلا من الرئيس السادات مثلا، وده اه، يعني ده شيء معلن يعني. موقف حاد جدا. فمثلا ما جه في ليله الحلميه، جه نصر اكتوبر، بما ان احنا في اكتوبر يعني، يقول لك مم. ايه، ما قالش في ولا مشهد من ليله الحلميه انتصر الرئيس السادات. مم. دي مثلا، يعني دي صح. ناس واخداها عليه، تجنب ذكره فعلا. تجنب ذكره نهائيا. فدوت غير ده بقى، بقول لك ان هو، لا، هو في حاجات تعرف ان ده اسامه. اه. وظهرت طبعا بقى في اعمال كتير يعني، بس اللي هي الحلميه اللي انت بتسرد تاريخ مصر، فانت تتجاهل شخص بالاهميه ديت. فدوت يعني هو ده اسامه انور عكاشه، يعني هو حد في افكاره وبيحاول يطوع الشخصيات اللي هي تقول افكاره في نقد، مهم. والنقد دوت يعني هو دلوقتي بقى مقبول يعني. لا، في شخصيات عنده بتكون مثلا مش مؤهله، وبتقعد تقول كلام فلسفه عالي جدا يعني. اه اه. يعني يعني ان ممكن يكون يعني الحوار غير متناسب مع ثقافة الشخصية مثلا. بالظبط. يعني شخص عامل بسيط او كده، بس انت برضو احنا دلوقتي ممكن نكون مش متقبلينها. ممكن في زمان في الوقت دوت كان العامل مثقف، او العامل البسيط مثقف، او الناس اللي قاعده على القهوه مثقفين. في حاجات مهم. برضو احنا مش عارفينها، بس هو عنده الموضوع ده برضو، بحس ان هو اعلى من المطلوب. يعني هو بيروي الحوار عشان يقول افكاره، يعني بيقول افكاره اه اه. على لسان الشخصيات. بص، هو انا هقول لك، انا يعني انا بالنسبه لي هو في سمه مميزه جدا جدا لحوار الاستاذ اسامه انور عكاشه، وهي فكره استعراض المعلومات واستعراض السياقات بشكل مستفيض جدا جدا. بمعنى انه لما بيجي مثلا يتكلم عن شخصيه، الشخصيه دي مثلا بتحكي موقف معين او حاجه، الشخصية ممكن تقول أربع خمس أمثلة زي ما أنت بتقول، إن هي بتقول مثلا معلومات كتيرة جدا جدا ممكن ما تتناسبش مع ثقافتها. أنا مش بتوقف كتير على حتة تتناسب أو لا، لأن هو حتى ممكن يكتبها بصيغة معينة إن هي خدتها يعني الثقافة الشعبية اللي هي ثقافة الرواية أو تنقل المعلومات من حد لحد. ممكن مثلا يقول لك إن الشخصية سمعت من شخصية تانية أو سمعت في الراديو أو كانت قرت في كتاب قديم، فهو بيحط لها مبرر. أنا ما عنديش مشكلة مع ده، لكن الفكرة إن هو بيتكلم وبيشرح كتير جدا ممكن الموقف نفسه ما يحتملش كل الشرح ده،
لكن هل ده كان مضايقني؟ بالعكس، انا كنت مستمتع جدا لان انا كنت بتعلم من ده. يعني انا كنت بعرف معلومات كتيره جدا وانا بتفرج على اعمال الاستاذ اسامه. كنت بشوف ازاي هو بيقول لي مثلا تاريخ المافيا، تاريخ الهجرات، تاريخ الحاجات مثلا في سيزينيا، تمام. بيحكي مثلا عن تاريخ النضال الوطني والمقاومه برضو، لما مثلا شخصيه زي بتاعه ابراهيم الطوبجي او كده كان بيتكلم، فكان بيقدم لي معلومه زي دي. فانا بالنسبه لي حتى لو الموضوع دراميا ممكن يبقى فيه مشكله، انا كمشاهد انا مستمتع باستعراض المعلومات ده لان انا بستفيد منه. هو كان مؤمن ان هو يعني ده بقى بشكل يعني قالوا في كذا حوار يعني ان هو مؤمن اي معلومه في المسلسل لازم تتقال 3 مرات. لازم عشان تثبت عند الناس. لا هو ساعتها يعني في هو كان بيبرر الموضوع دوت، ودي مدرسه في الدراما يعني، مدرسه في الكتابه يعني. ان انا افرض مثلا واحد قام رد على التليفون، افرض واحد قام مشي، فانا اكرر المعلومه الدراميه 3 مرات عشان الناس تفهم المعلومه اللي هي من الاحداث قصدك، اللي هي يعني بتحصل جوه الاحداث من الاحداث. تمام، اوكي، تمام. هو كان مؤمن بالمدرسه دي جدا يعني. تمام. طيب في سؤال مهم جدا، والسؤال ده يعني سألته لكذا حد وكل حد كان ليه إجابة مختلفة. أنت ليه تعتقد إن زي ما أنت قلت من حوارك مع الأستاذ أسامة، ليه تعتقد إن هو تميز قوي في الدراما التلفزيونية وما كانش قادر يحقق نفس التميز والنجاح ده في السينما، برغم إن ليه أعمال حلوة جدا ومميزة، لكن ما كانش ليه المكانة الكبيرة قوي زي كتاب تانيين تخصصوا شوية في السينما؟ هو بص، هو عموما يعني في حاجات احنا ما نقدرش، ملهاش تفسير منطقي. يعني مثلا يحيى الفقراني مثلا ما نجحش ليه في السينما؟ ملهاش تفسير، ده ممثل عظيم. هي ملهاش تفسير، بس هقول لك يعني كان في زمان حاجه كده اللي هي مواصفات النجم السينمائي، ما الاستاذ يحيى ما كانش عنده المواصفات دي قوي، تمام. ومعش للفتره اللي المواصفات دي اتغيرت فيها. يعني المواصفات دي اتغيرت، بس اتغيرت امتى؟ اتغيرت في نص التسعينات والالفينات، كان هو خلاص وصل لمكانه ما ينفعش يرجع يبدا في السينما تاني. امين. فهو اسامه طريقه كتابته عموما يعني اللي هو شويه بيعرف يشرح القصه بشكل عرضي، بيحب شخصيات كتير، عنده حكايات فرعيه كتير جدا بتغذي الحكايه الاساسيه. دوت مش بيبقى متوفر له في السينما. يعني ما بيقدم حتى مثلا افلامه. يعني مثلا انت لو شفت افلامه، بس انت قلت لي مش عايزين نتكلم على افلامه عايزين، لان هقول لك حاجه. بالنسبه لي اسامه انور عكاشه في السينما هو شخص مختلف تماما عن اسامه. انا هتكلم عن نقطه من غير ذكر امثله، يعني ان افلامه فيها شخصيات كتيره جدا، وكل شخصيه ليها حدوته، فتحس ان الشخصيه ديت او الفيلم دوت مناسب جدا ان هو يكون مسلسل. مش يعني فعلا طريقه تفكيره. يعني هو نفسه هو قال لي، يعني قال الكلام ده في كذا حوار. هو طريقه تفكيره ما بيعرفش يفكر في لقطه معينه ان هو ياخد منها فيلم، هو بيفكر بشكل يعني كبير، بشكل حياه اجيال. يعني حتى مثلا فيلم الاسكندراني مثلا ما شفتوش، بس مثلا بيقول لك مثلا بيدور في 30 40 سنه، او مش يعني يعني مده زمنيه تتعمل مسلسل، ما تتعملش فيلم. يعني اللي هو لا، هو بيفكر بشكل كبير وشخصياته كتير واحداثه كتير، وكل ده بيخدم فكره معينه هو عايز يقدمها في الاخر. وهو صح، هو بيهتم بالفكره اكتر فعلا. فهو الشخصيات عنده او الاحداث تبقى كتير، فهو مناسب جدا للدراما. وهو يعني هو اتخلق للدراما. يعني هو ما اشتغل في الدراما، يعني هو حاول يكتب روايه، حاول يكتب قصه قصيره. انا قريت له روايه، يعني قريت له روايه طبعا اللي هي منخفض الهند الموسمي اللي هي اتعملت موجه حاره. روايه هايله، والمسلسل كان كويس. بس المسلسل يعني انا شايفه بقى ان هو مش مناسب لعالم اسامه انور عكاشه، هو بعيد عن عالم اسامه انور عكاشه. هو ملوش علاقه خالص. طب هقول لك حاجه، انا لما قريت روايه منخفض الهند الموسمي انا اتفاجئت ان دي كتابه اسامه انور عكاشه. ازاي؟ يعني الشخصيات بعيده تماما، مفيش اي حد مثالي، ودي حاجه مفاجاه جدا بالنسبه لي. انا دايما اسامه انور عكاشه عنده شخصيه المثاليه اللي بيقيس كل الباقي عليها، اللي بيرصد من خلالها تغير المجتمع، تغير الاشخاص اللي حواليه، ازاي اتغيرت الشخصيه المصريه من خلال الشخصيه المثاليه دي، تمام. في الافلام بتاعته وخصوصا او يعني مسلسل موجة حارة مثلا اللي مبني على رواية منخفض الهند الموسمي، مفيش عنده ده. بالعكس، كل الشخصيات عندها مشاكل كبيرة جدا، كل الشخصيات عندها مساوئها وعندها رحلاتها الغريبة جدا على عالم أسامة أنور عكاشة. انا كنت عايز اسألك بقى، انت ايه اكتر مسلسل بتحبه له او اكتر مسلسلات؟ هقول لك اكتر مسلسل بحبه الاستاذ أسامة أنور عكاشة هو مسلسل
زيزينيا، وفي نفس المكانه وممكن يعني اقل شويه، يعني في الترتيب مثلا بعديه يجي بقى الرايه البيضاء، عصفور النار. بعد كده هنقول مثلا انا وانت وبابا المشمش والنوة. انا بحب النوة جدا جدا، ونفسي الناس تتفرج على النوة بجد. انا لسه ما شفتوش لحد دلوقتي النوة. لا بص، عظيم يعني. ممكن مثلا هقول لك كمان، اصل هو كتير بجد يعني. عفريت السيالة طبعا فظيع فظيع جدا يعني، تمام، بحبه قوي يعني. في بقى عندي الكاتيجوري او الفئه اللي فيها الحاجات الاجتماعيه التاريخيه الدراميه بتاعته. انا مثلا بالنسبه لي المصرويه مفضل عندي عن ليالي الحلميه، وكنت اتمنى انه يكمل السلسله. هو على فكره المصرويه دي المفروض ان هي كانت خماسيه، هو عمل منها جزئين وتوفي يعني. ارابيسك وابواب المدينه وضمير قبل الحكمه، كل الحاجات. بص يعني كل الباقي انا ما اقدر، انا ممكن اقول لك ايه اللي ما عجبنيش مثلا، ممكن اقول لك مسلسل واحد او اتنين ما عجبونيش مثلا، او يعني ما تشددش قوي ليهم. لكن التوب بتاعي هو بالنسبه لي زيزينيا. تألق فيه، قدم عالم جميل جدا، وعالم ساحر، وعالم بيوصف فيه المعشوقة بتاعته الاسكندرية بشكل مختلف تماما. مفيش اي حد قرب للوصف ده غير يمكن استاذ ابراهيم عبد المجيد شوية في كتاباته برضو مقرب للعالم ده. لكن انا بالنسبة لي هو زيزينيا. وزيزينيا دي انا ممكن زي ما قلت لك اعمل عنها سلسلة حلقات فظيعة يعني، من اول شخصية بشر والعالم بتاعه، لشخصيات اللي حواليه كلها، للشخصيه الجميله بتاعت عامر عبد الظاهر نفسه، شخصيه الرجل المزواج اللي عامل الغراميات والحاجات دي كلها، واللي يعني بيعبر عن مصر اللي جمع فيها كل الحضارات والثقافات دي. فانا بالنسبه لي الزينيا يعني، لو هقول احسن عمل بالنسبه لي لاستاذ اسامه هيكون هو الزينيا. لا زيزينيا جميل. بص انا شويه كنت بقرا من فتره في التاريخ يعني، فصدمت ان الشخصيات حقيقيه يعني. في شخصيات حقيقية يعني، جوفاني دوت حقيقي اللي هو خال بشر. جوفاني دي لورينزي ده حقيقي كان بنفس الوصف ده ونفس المكانه الاجتماعيه دي يعني، كان هو فعلا عميد الجاليه الايطاليه بالظبط يعني. ده انا استغربت. ومذكور برضه لازم ادور على ده. يعني يعني فعلا هو عنده دقه رهيبه يعني، اللي هو جاب شخصيه حقيقيه يعني. دي من الشخصيات الحقيقيه اللي مبنيه عليها المسلسل، والشخصيه دي اساسا كان هيعملها عمر الشريف قبل جميل راتب. والمسلسل كان كليق جدا. ما هو المسلسل اساسا كان مكتوب له عمر، تمام، وعمر انسحب فجاء جميل. وكان تقريبا الفقراني كان في اختيار بينه اللي هو للفيشاوي، فبعد كده جاء الفقراني، لانه كان اسامه خايف ان الفقراني تخين فالناس ما تحبوش يعني. ايوه صح. فالفقراني عمل دايت في المسلسل دوت. ودور دور جميل. لا دور جميل جدا، دور عمره يعني، من احلى ادوار يحيى الفقراني. ودور عامر اللي هو ابوه كان مفروض فريد شوقي. وفريد شوقي انسحب من التصوير بسبب ان هو قالوا له انت هتطلع هدى سلطان وهتبيعها وهيبقى في بينك وبين، قال لك هيبقى مشاكل في الواقع ومشاكل في الدراما. لا يعني فعلا. تمام. طيب بص خليني عايز ارجع معاك لمسلسل ممكن نقول ان هو الانطلاقه الكبرى للاستاذ اسامه، وهو مسلسل الشهد والدموع. هو المسلسل هو الاول مسلسل عمل له جماهيريه يعتبر. يعني هو الانطلاقه الكبيره. انا شخصيا يعني بحب مسلسلات تانية عملها قبل ده، يعني مثلا بحب مسلسل عابر سبيل، فكرته حلوه جدا. في مسلسل تاني اللي هو ابواب المدينه. ابواب المدينه بتهيألي بدا قبل الشهد والدموع، وبعدين كمل الجزء الثاني بعديه. تمام مظبوط. احكي لي عن الشهد والدموع. يعني انت بتقول انك شفته بعد ما شفت اعمال تانية الاستاذ اسامه، لما رجعت شفت الشهد والدموع حسيت بايه بقى وشفت ايه؟ لا هو مسلسل الشهد والدموع طبعا يعني المسلسلات اللي هو اسامه بيعتز بيه جدا، وبيعتز بعفاف شعيب جدا يعني. وهو مسلسل بالنسبه له معتبر هو اساسا المسلسل ده بيقول لك مكتوب 30 حلقه يعني على الذاكره. تمام. وراح صور 14 وقالوا له لا كفايه كده، المسلسل ده هيفشل، كفايه كده عليك، كفايه عليك كده، قالوا له كده. تمام. فالمنتج قفل له المسلسل من غير ما يكمل، وعرض ونجح، فاضطروا بقى انهم يصوروا بقيه الحلقات اللي هي 30 حلقه اللي هو كان كاتبها اسامه. المسلسل انا يعني مش من المسلسلات اللي انا بحبها بصراحه يعني. هو مسلسل حلو ككتابه، بس مسلسل كئيب قوي قوي يعني، في كميه كآبه
يعني صعب قوي. يعني شويه انا ما هو من تاني حلقة تقريبا للحلقة قبل الأخيرة، ظلم او يعني الامور كلها في اتجاه واحد بس. بس المسلسل، يعني المسلسل شهد اداءات تمثيليه يعني رائعه. مثلا حد زي محمود الجندي، يعني محمود الجندي من الناس اللي هو فعلا كان يستحق ان هو يكون ياخد مساحات اكبر. يعني ممثل كويس، صوت كويس، يعني كغنى. على فكره محمود الجندي من الناس، انا مره نزل البوم غنائي، يعني في ناس ما تعرفش المعلومه دي. فكان عامل اداء، وما جه عمل بقى الاب وبعد كده عمل الابن ونزل بالمرحله العمريه. انا شايف محمود الجندي يعني من افضل الناس في المسلسل دوت يعني. ودور بقى جداً دور بقى مين؟ عبد المنعم ابراهيم. اداؤه كان يعني عبد المنعم ابراهيم احنا متعودين منه. مثلا هو عمل كذا حاجه بقى دراما في الوقت دوت، يعني غير دوت عمل المسلسل اللي هو بتاع ادم او اولاد ادم، يعني اولاد ادم. بس يعني اللي انت متعود منه ان هو شخصيه كوميديه، ما جه عمل هنا دراما وكآبه ونجح. يعني اقنعك بالدور. فكان لا مسلسل كان يعني كان مسلسل كبير جدا. وعفاف شعيب تقريبا ده دور عمرها تقريبا، يعني مفيش حاجه اكبر ولا اهم منه يعني من الشهر. يعني لا هو ممكن نقول ان الدور برضو اللي خد شهرة جامدة، بس ما كانش دورها كبير قوي. هو دورها في رأفت الهجان، دور اخت رأفت الهجان شريفة بس. لكن طبعا كأداء منها هي مفيش زي ده. تقريبا هو يعني ده فعلا دور عمرها، دور الاشهر يعني. وهو برضو يعني دي من مزايا اسامه ان هو بينجح الناس اللي معاه. يعني اللي هو ممكن يجيب ممثل مش مشهور او بس عفاف في الوقت دوت، يعني الناس مع ان هي كانت مشهوره يعني، او اللي بتعمل حاجات في الخليج وبتعمل هنا وبتعمل هنا، بس ممكن نكون المسلسلات دي اندثرت فاحنا مش واصله لنا. يعني ما اظنش ان هو جابها كبطوله اولى يعني. لا هي كانت اكيد ليها عامله حاجات قبليها بس احنا ما نعرفهاش يعني. لا هي كانت ممثله معروفه ومشهوره وبتعمل بطولات افلام كمان. يعني كان ليها بطولات افلام. مش فاكر كان في فيلم اللي هو مع حسين فهمي ده، مش فاكر اسمه ايه بالظبط. انا فاكر الفيلم اللي هو هي ومحمود عبد العزيز اللي هو حقها ولا مش حقها. اللي هو ده كمان. ايوه كمان. لا كانت بتعمل بطولات وكانت فنانه يعني مشهوره وكان ليها مكانه. يعني ما كانوش هيحطوها بطله قدام يوسف شعبان وقدام نوال ابو فتوح وقدام محمود الجندي. لا طبعا. طيب عايز اسالك كمان عن شخصيه كده الجدليه في المسلسل ده ودايما الناس بتتكلم عنها، وهي لا مش حافظ. لا حافظ يعني شخصيه غلبانه او مش غلبانه، يعني ايه مسيرتها معروفه. لا انا عايز اتكلم عن شخصيه ابنها واللي هو عمله اللي هو خالد زكي بنت حافظ. اللي هو خالد زكي. فيعني انت رايك ايه اصلا في رحله الشخصيه دي بتاعته؟ يعني ان هو فضل طول عمره مصمم على الانتقام. وقرر الانتقام بالطريقه دي. انا عايز اقول لك ان مصر كلها كانت بتكرهه حتى برغم ان هو كان مظلوم وكده، لكن الطريقه اللي هو قرر الانتقام بيها كانت طريقه صعبه جدا. فيعني انت رايك ايه في الحته دي؟ والحته دي عايزين نطلع منها بقى بموضوع الحب في كتابات اسامه انور عكاشه، لان احنا بعد كده هنتكلم عن مسلسل الحب واشياء اخرى وكل قصص الحب اللي غالبا بتفشل في كتاباته يعني. فخلينا نبدا من القصه دي. هو تقريبا ما عندوش قصه حب ناجحه. انا ما افتكرش تقريبا يعني. حتى لو ارابيسك برضو قصه كلها فشلت مع حسن وانوار وحسن وتوحيده. فيعني وعلي وزهره في ليالي الحلميه ما اتجوزوش. علي وزهره واتجوزوا وطلقوا حاجات يعني واتجوزوا وطلقوا. وبرضه ابو العيله البشري كان بيحب كلمه مختار مش فاكر اسمها ايه، وقعد يحبها حب عذري وجوزت ابن عمه ولا ابن خالته وقعد يحبها من بعيد لبعيد وما اتجوزش. فعلا. فابو العيله البشري. لا هو اسامه مش معتقد في لا هو عنده اعتقاد ان قصه حب بتنتهي بالجواز يعني، ولو اتجوزوا خلاص مش تبقى قصه حب. دي سمه من سمات كتاباته يعني حتى مثلا هتلاقي لو هو لا يؤمن بنجاح الحب عموما. يعني مثلا عفريت السياله مثلا حسن حسني كان متجوز وكان مبسوط، ماتت مراته ماتت، اتجوز صفيه العمري عاش حياه عيسى. هتلاقي كده هتلاقي هكذا الحكايه دايما. يعني في كل بشر وعايده ما اتجوزوش يعني في زيزينيا. لا هو دايما عنده مفيش قصه حب بتكمل للاخر ومفيش قصه حب بتنجح تمام. يعني دي سمه مميزه عنده يعني. طيب انت شفت مسلسل الحب واشياء اخرى؟
لا ما شفتوش بصراحه، انا كنت يعني نسيته خالص، ما شفتوش خالص. يعني انا اسمع الاسم بس مش فاكره. هقول لك، ده اللي هو ببطولة ممدوح عبد العليم وآثار الحكيم. واثار حكيم. اه، لما كانت هي دكتورة وكان هو موسيقار او يعني فنان واوركسترا وكده، كان بيدرس في الكونسرفاتوار. فانصحك انك تتفرج على المسلسل. ده فيلم ولا لا، مسلسل؟ مسلسل اعتقد 13 او 16 حلقة. مسلسل هايل بجد وفعلا هو بيشرح وجهة نظر أسامة أنور عكاش عن الحب من الأول للآخر، بكل التعقيدات اللي بتحصل في القصة بين سامح والدكتورة تقريبا، أعتقد كان اسمها هند تقريبا أو حاجة. فاتفرج عليه هيعجبك جدا جدا. بس انا شفت مثلا يعني في ليالي الحلميه كان ممدوح عبد العليم برضو واثار حكيم، وكان برضو قصه حب بينهم، كان بينهم كيمياء كبيره جدا يعني. جدا جدا. يعني هم كممثلين شاطرين. وهو بيكتب القصص اللي بينهم دي بيكتبها بجودة عالية قوي. يعني انا مش عارف ليه اثار الحكيم انسحبت من زيزينيا وانسحبت من ليالي الحلميه، عملت في اسامه المقلب ده مرتين. اعتقد عشان فلوس. لا 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 لا، مش عشان الفلوس، لا. اصل هي يعني استاذه اثار مشهوره بالموضوع ده. اولا ممكن على فكره لا هي لا ممكن تكون. لا، انا متأكد يعني مش عشان مش عشان الفلوس، هي في مره كانت. هقول لك، هو ممكن يكون هي مش من النوع اللي بيحب انه يلتزم بشخصيه لفتره طويله. تمام. وممكن يكون هو كمان او هي كمان ما بتعرفش، يعني زي ما بيقولوا ايه، تطور الشخصيه لابعاد كتيره قوي بعد ما بتأديها في عمل واحد. يعني انا مش فاكر ان هي عملت اي عمل ليه جزء تاني في حياتها كلها. لا، هي عملت ليالي الحلميه، عملت اول 3 اجزاء. لا، ما انا فاهم. كانت عامله نجاح ثانيه رهيب. واحده، الثلاث نجاح اجزاء اللي كبير هم جدا. كام وكام وكام، اللي هي الشخصيات. اول تاني تالت. ايوه، لا انا قصدي مراحل الشخصيه. غير ما انا شاب بتكلم غير اللي هي شاب. الحلميه، انا بتكلم ان هي ما عملتش في حياتها كلها حاجه تانية زي ده. اه، تمام. جت الرابع والخامس جت الهام، وهي يعني المشكله بقى يعني في اعمال اسامه نوكشه الاجزاء ديت اللي الممثلين بتتغير، ودي شيء بشع. يعني انت بتحب المصرويه مثلا، الانفصال. يعني انا شفت المصرويه وعجبني جدا بهشام سليم، كان خطوه بشعه. جبت ممدوح عبد العليم، حلو جدا، مش هو اللي انا ارتبطت بيه. انا بقى يعني انا بشوف مثلا مسلسلات بره لسه والله. يعني في مسلسل اللي هو بتاع كاراتيه كيدز، معمول مسلسل دلوقتي اسمه كوبرا كاي. تمام. جايبين الممثلين اللي هم من 30 سنه كانوا اطفال او مراهقين، هم احنا عندنا في مصر عدت سنه الممثلين ما بتعرفش تلمهم. صعب. لا، ده يعني هناك عندهم التزام ادبي رهيب. لا، احنا عندنا في مصر الموضوع ده صعب قوي. لا صعب. لا، بص، الاعتبارات كتير قوي. يعني هناك الممثل مهما بيوصل من المكانة او كده مفيش عنده اي مشكلة انه يرجع يعمل دور مشهد او مشهدين. هنا صعب ان انت لو صغرت دوره شوية او عملت حاجة في الشخصية ممكن يقولك لا انا مش هكمل، ومفيش عقود ملزمة انه يعملها، وانت مفيش عندك يعني حجم الانتاج انك تصور الحلقات كلها مرة واحدة، انك تعمل 60 او 70 حلقة بتاع الجزئين او 3 مرة واحدة. يعني ده صعب بالنسبة لك برضو، فدي بتكون مشكلة عندنا. طيب خلينا نتكلم عن واحدة من اهم القضايا اللي الاستاذ اسامة طرحها في اكتر من عمل، وهو فكرة الهوية. يعني فكرة انت مصري. انت كمصري انت بالظبط مفروض تنتمي لايه، ومفروض تحس بايه، ومفروض ثقافتك تعبر عن ايه بالظبط. هو طرح ده اكتر من مرة. ممكن نقول ان هو طرحه في المشربية، طرحه في ارابيسكو. لا، وانا كمان بعتبر ان هو طرحه في الراية البيضاء. تمام. يعني حتى لو في صيغة التوحش اللي بيحصل من الجهل، لكن برضو كان في حتة الحفاظ على التراث وعلى الموروث كانت موجودة، فبرضو ده يعبر عن الهوية بشكل ما. هو في الاخر خالص في زيزينيا. وفي زيزينيا طبعا ده، يعني انا عايز اقول لك انه في زيزينيا وصل لمرحلة نضج حتى في الاجابة على الاسئلة اللي طرحها في الاعمال اللي فاتت دي كلها. تمام. هو طبعا يعني هو في ارابيسك طبعا يعني راح دخل هد المعبد صلاح السعداني تقريبا عشان يعرف هو ايه طريقته ايه، او هو مصري ولا فرعوني ولا اغريقي. كان لان المرحله دي اعتقد ان كان هي دي اللي كان فيها ازمه كبيره قوي في السؤال الهويه عند اسامه انور عكاشه. هو انا عموما يعني لو انت بتسالني بشكل شخصي ولا بشكل في اعمال اسامه،
لا بشكل شخصي. بشكل شخصي انا شايف راي نجيب محفوظ ان احنا حضاره كبيره جدا ماشيه على قدمين، قدم تاريخ فرعوني وحضاره فرعونيه وشخصيه وهويه مصريه اصيله، هويه تانية عربيه، الرجل التانية اسلاميه امتدت لمئات السنين تقريبا او 1000 سنه، والاثنين ماشيين جنب بعض. دي الهويه المصريه. بس ما ننكرش ان حصل تاثر بثقافات مختلفه، يعني مصر استقطبت ثقافات مختلفه جدا يعني من كل الحضارات يعني. وهتلاقي عندك مثلا كلمات ايطالي، كلمات فرنساوي، كلمات يعني في الافكار حتى وفي المعايير. يعني هتلاقي يعني مثلا انا عشان مثلا ساعات بميل شويه للحاجات الايطاليه مثلا، في تشابه بيننا وبين الشعب الايطالي، يعني مش تشابه كبير بس في تشابهات في عادات، في تقاليد، في تصرفات، في ده نتيجه ايه؟ ان هم كانوا في فتره من الفترات ان احنا كنا شعب واحد يعني، او كنا حضاره واحده. في طبعا تشابه بيننا وبين كل الدول العربيه، تشابه كبير بيننا مثلا بيننا وبين السوريين، او بيننا وبين الخليج، او بيننا وبين دول الغرب العربي. فلا هو في تشابه وفي عادات كتير جدا متشابهه. بس مصر هي هضمت كل الحضارات ديت وطلعت الهويه المصريه. في بقى يعني ابحاث علميه، عشان انا مهتم بالموضوع ده جدا يعني، في ابحاث يعني في ناس تقول لك ايه، المصريين جيناتهم مثلا من العرب مثلا، او جيناتهم مثلا من المغرب، او جيناتهم من اليونان. ده لا يزيد عن 5%. يعني ما دلوقتي بداوا يعملوا تحليل الجينات للمصريين، هي المصريين اللي قاعدين هم المصريين اللي هم من قديم الازل، اللي هم موجودين في المعابد او المومياوات. هي العرق دوت لحد دلوقتي ممتد. فحتى الناس اللي بتدعي مثلا ان هم مش مصريين، للاسف هم كلنا مصريين. يعني بيقول لك نسبه يعني في ناس كتير قوي، انت عارف يعني في فتره من الفترات في تاريخ مصر، وفتره يعني مظلمه او فتره مش كويسه، اللي يقول لك مثلا ده اصله تركي، ده مش عارف اصله ايه، ده اصله ايه، ده اصله ايه، او ده اصله مثلا عربي، او دوت من قبيله لا، الكلام دوت كله اندمج ودخل جوه مصر. وتحليل الجينات يعني 90% من المصريين بيطلعوا 90% او مثلا 80% مصري. فهو حصل اندماج، ومصر هضمت كل الحضارات دي، والمفروض اللي هي طلعت حضاره او شكل معين من الشخصيه المصريه. انت بتلاقي الفلاح مثلا او الشخصيه البسيطه الريفيه، بس قبل عصر التيك توك يعني، عندها حضاره، عندها ثقافه وحضاره، واختزلت يعني، خلينا بقى اختزلت الثقافه في حكاوي وامثله. وزي زيزينيا بتقول لك ايه، حكاوي الصيادين او امثال الصيادين يعني. اختزلوا تاريخ. يعني تلاقي المثل بيختزل تجربه مثلا، او بيختزل، لا، فالهويه المصريه يعني انا مختلف مع اسامه، او ممكن اسامه مثلا في الوقت دوت كانت هي دي القضايا الفكريه المثاره، ان مصر ايه، وان احنا نهد بقى عشان نعرف الهويه. لا، ده انا مش شايف يعني، انا مختلف في النقطه ديت، او ممكن يكون خلاص المفكرين او العقل المصري حل المشكله ديت، او وصل لحل فيها، وهو حلها في زيزينيا على فكره. يعني حلها في شخصيه بوتشي مثلا، او في شخصيات كتيره جدا في المسلسل، ان المصري هضم كل الشخصيات ديت، وابتدى يخرج شخصيه اللي هي بتتعامل مع كل العناصر يعني. فعلا. طيب لو قلت لك ايه اكتر شخصيه، ولو ان هي متوقع الاجابه من اللي انت قلتها، ايه اكتر شخصيه قريبه ليك انت من كتابات انور عكاشه، اسامه انور عكاشه؟ انت متوقع بشر؟ لا يعني هقول لك بشر. يعني انت شخصيه، مش قصدي شخصيه ليك انت قريبه بشكل شخصي، لا قصدي شخصيه جذابه للمشاهده. بص، هو انا بحب الفقراني، وشايف ان بشر ده من اعلى اعماله. شايف ارابيسك برضو يعني، صلاح السعداني عمل اداء متميز جدا جدا يعني. صلاح السعداني في ارابيسك تفوق على نفسه. فهيبقى التنافس بينهم يعني، بين احسن شخصيتين. شايف برضو مثلا حد زي سناء جميل مثلا في الرايه البيضاء. ايه ده، ايه الاداء ده ايه الاداء ده يعني. سناء جميل اللي الست الهانم، فجايبين لها التمساحه. لا يعني عبقريه يعني. انت جدا. انت لو تعرف، انت اكيد شفت سناء جميل في ادوارها ازاي وفي حياتها ازاي عملت الدور ده. طبعا. طيب انت عارف ان يعني حسب روايه الاستاذ اسامه نفسه، الشخصيه الوحيده اللي كتبها
وهو في باله الممثله اللي هتؤديها هي شخصيه فضل معداوي، وكان في دماغه ان هي اللي هتعملها سناء جميل. يعني بيقول هو نفسه بيقول انا بكتب الشخصيات او بكتب العمل، وانا ما بيكونش في بالي مين بالظبط هيعمل ايه، لحد مثلا ممكن في الاخر اتخيل ان ده يحيى او ده صلاح او كده يعني، تمام. لكن الشخصيه الوحيده اللي هو بادئ الكتابه فيها بيكتبها يعني في باله كده الحركه بتاعت الشخصيه دي هتكون مين الممثله اللي بتعملها، هي الشخصيه فضل معداوي، ودور دورها في الرايه البيضاء، تمام. انت احكي لي عن مسلسل الرايه البيضاء اصلا بالنسبه لك، يعني انت شايفه ازاي؟ انا شفت المسلسل دوت تقريبا وانا صغير. طبعا المسلسل كان يعني كان ما بيتعرض، انا عايز اقول لك كان حدثنا في المدرسه. يعني كان موضوع الفيلا دوت، يعني احنا بنتكلم الفيلا هتتهد ولا مش هتتهد. طب انت ثانيه واحده، انت ازاي شفت ده وانت صغير، وبعدين بتقول لي اول حاجه شفتها زيزينيا، ولا يعني ازاي ده؟ هو احنا تقريبا شفناه في الاعاده تقريبا بقى، مش فاكر، بس هو اتعاد في التلفزيون وقتها عشان فاكر كان بيجي الساعه يعني كان بيجي الساعه 2 الظهر. تمام. اوكي. تمام. انا فاكر كويس، انا شفته 2 الظهر يعني، وكان ده حديث المدرسه يعني احنا عندنا. وكان يقعد يقول لك الفيلا هتتهد، الفيلا مش هتتهد. كان جدل كبير جدا. تاني حاجه المسلسل دوت برضو انت عارف ان هو يعني كان بطوله مفروض محمود مرسي، لو تعرف. مفروض ايوه. ومحمود مرسي مقرا الدور قال لهم ده جميل راتب مش انا. تمام. انا ما اعرفش كان رد، بس انا فاكر ان هو فعلا كان انا فاكر ان هو كان في مرحله كان كل ترشيحاته الاولى، يعني اول دور عنده هو الاستاذ محمود مرسي. بس هو يعني محمود مرسي اعتقد ده كمان بعد يعني في المرحله قبل ابو العلا البشر على طول، او في نفس السنه تقريبا. فهو محمود مرسي هو اللي رشح جميل راتب واداله الدور، وراح له بنفسه قال له انا شايفك يا استاذ جميل افضل مني في الدور ده. استاذ محمود مرسي يعني ده انا عايز اقول لك يعني بجد ممثل ورجل عظيم جدا جدا يعني. انا بجد اتمنى ان احنا نتكلم عنه في يوم ونقول مين هو محمود مرسي، الرجل اللي كممثل هو ممثل عظيم جدا وعمل ادوار هايله، وكانسان هايل برضو. كان عاجبني جدا في المسلسل اداء هشام سليم لو تفتكروا، اللي هو انهي في الرايه البيضاء. في الربي طبعا شخصيه. ما هي دي الشخصيه. هقول لك حاجه، شخصيه هشام سليم تقدر تعتبرها، هو زي ما قلت لك ان استاذ اسامه عنده انماط كده معينه او شخصيات معينه بتيجي دايما في حكاياته. شخصيه هشام سليم ممكن تقول ان هي نفس شخصيه ممدوح عبد العليم في الحب واشياء اخرى. انت لما تتفرج على المسلسل هتربط بين الاثنين. وفي راجل انا مش يا رب افتكر اسمه، اللي هو الراجل الاقرع ده اللي كان بيطلع معاه، اللي كان طالع محامي جميل راتب، اللي هو محامي جميل راتب، اللي هو الاستاذ نبيل الدسوقي. ايوه ده راجل جميل برضو يعني، اللي كان عامل خواجه صروف. ايوه وتحس ان هو يعني من الناس يعني كان مع اسامه في الجيل دايما في اعمال اسامه دايما. وكان في الشهد والدموع، كمان مش فاكر كان في الشهد والدموع اللي هو كان متجوز ست احسان. كان يقعد يقول لها ست احسان. كان ليه كلمه كده يا ست احسان. يا ست احسان كان راجل هايل جدا على فكره. عشان انت كنت قلت لي معلومه النهارده، فانا قعدت ادور فيها. انت كنت فاكر ان الاستاذ اسامه هو اللي كتب السيناريو بتاع بين القصرين؟ قلت لك استاذ اسامه ده اختلط عليا الامر، معلش. لا، الاستاذ اسامه هو اللي كتب سيناريو الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، دي روايه الاستاذ نجيب محفوظ. فهو ده يمكن تتلخبط عليك الحته دي يعني. المسلسل اللي هو من بطوله احمد زكي، استاذ اسامه هو اللي كتب له السيناريو عن قصه استاذ نجيب محفوظ. هو كان بيحب نجيب محفوظ جدا على فكره، جدا. هو حتى في يعني انا سمعت حوار لبنته كده بتقول ان هو السبب الاساسي انه يهتم بالروايه والقصه وكده كان هو كتابات نجيب محفوظ اولا، وبعد كده كتابات احسان عبد القدوس ويوسف ادريس، غير بقى القراءات في الادب العالمي دي حاجه تانية. لكن هو الاستاذ نجيب محفوظ بالنسبه له كان ليه مكانه خاصه جدا في تكوينه ككاتب يعني. انا عايز اسالك حاجه بقى معلش، بما انك بتحب انا وبابا في المشمش، انت ايه رايك في حسن عابدين؟ بص، انا الراجل الاستاذ حسن عابدين ده يعني بالنسبه لي برغم ان هو ليه طبيعه واحده في كل اعماله هو دايما بيقوم بالشخصيه المثاليه جدا، وتقدر تقول ان هو زي الاستاذ محمود مرسي بس بشكل يعني ايه مختلف شويه. انا بحبه جدا لان انا برضو متعود عليه في حاجات تانية كتير استاذ حسن عابدين. لكن لو انت عايز تسالني على دوره في المسلسل نفسه،
لا انا بتخنق منه. لو انت عايز تسأل، لا انا ما بحبش الشخصيه اللي هي بتكون مثاليه لدرجه السذاجه انها تقع في اخطاء. وده نفس برضو طبيعه ابو العلاء البشري يعني. احنا برضو مم. لو احنا حطينا المنطق ده، هي دي نفس الفكره، اللي هو الشخصيه المثاليه جدا الغير متوائمه مع المناخ اللي حواليه. مثلا ممكن بقى المناخ بقى فيه فساد، بقى فيه تحول للقيم الماديه للمصلحه والمنفعه والكلام ده كله. لكن هو بالنسبه للاستاذ اسامه أنور عكاشه، هو المفروض هو ده الشخصيه المصريه حسب ما هو متصورها، ان الشخصيه المصريه شخصيه نبيله، شخصيه صادقه، شخصيه شهمه وجدعه وكل حاجه. فالشخصيه بتاعت استاذ حسن عابدين في مسلسل او انت بقى مش كانت بالنسبه لي كانت شخصيه حلوه يعني. ومن الحته دي بقى انا عايز اسالك على ادوار المراه في كتابات اسامه انور عكاشه، انت بتشوفها ازاي يعني؟ انت بتشوف هو يعني كان بينصف المرأة في كتاباته ولا ما كانش بينصفها، كان بيهتم اكتر بالادوار الرجال يعني والحاجات دي؟ لا هو قدم بطولات نسائيه كبيره يعني قدم ضمير ابلة حكمه مثلا لفاتن حمامه، وكاتبه مخصوص لفاتن حمامه. مم. وكانت مطلعه أميرة الشخصيه فعبدين. المثاليه. اميره في عابدين. مم. في مسلسل احنا نسيناه ما اتكلمناش عليه الصبح، اهالينا. اهالينا وفي اهالينا مازال ده انا عايز اقول لك حاجه برضو، احنا برضو بننسى في مسلسل يعني حلو جدا غير ضمير قبل حكمته وغير ده، الشهد والدموع نفسه. لو انت جيت تبص للبطوله قوي هتلاقي ان هي يعني عفاف شوقي. دور زينب يعني دور المراه برضو دور قوي جدا فيه يعني، حتى سواء دولت او زينب او كده يعني. نوال عبد الفتوح تقريبا عامل الدور خلى مصر كلها تكرهه، ما اشتغلتش اه تاني. ممثله عظيمه والله بجد، انا بحبها جدا بقى على فكره برضو. و يعني في السينما غير الدراما، فهي نجحت في الدراما قوي وارتبطت بالناس قوي على فكره في الدراما، في شخصيه الست المستبده. اه كان ترقع حافظ. الناس كلها كانت بتخاف منها. في مسلسل انا حابب اتكلم عنه، انا بحبه جدا، المسلسل ده فشل، اللي هو لما الثعلب فات. انا مش شايف انه فشل، انا كنت بحب المسلسل ده، كنت اتفرج عليه وقتها برضو. هو اسامه اللي هو نفسه قال لك بتاع فشل. بهنس، انا فاكر الاسم الشخصيه بتاعت استاذ محمود مرسي اللي هو كان اسمه حاجه بهنس وكده وطلع له الاستاذ يحيى الفخراني وقال له ان هو ابنه. فانا هو فاكر ابنه، التيمه، مش طلع فاكر ابنه في الاحداث الاخر. قوي بس فاكر التيمه يعني. طلع ابنه في الاخر. ايوه ما انا عارف، ما هو انا بقول لك انا فاكر التيمه بس مش فاكر الاحداث في النص كانت ماشيه ازاي. بس انا فاكر المسلسل، وفاكر ان هو كان كوميدي. وحتى الاستاذ اسامه قال ان هو لا انا كنت عايز اكتب حاجه كوميدي وحاجه لايت، ما يبقاش حاجه اجتماعيه تقيله زي اللي انا متعود اقدمها للناس. فانا فاكر الحته دي، بس انا مش فاكر ان هو فشل بصراحه يعني. هو كان ايه اللي لا قصاده لا يعني؟ ايه اللي نجح ايه مسلسل ما اللي عملش نجح قصاده مشاهدات. سنتها مثلا؟ لا مش هتذكر، بس هو المسلسل دوت فشل، مع انه مسلسل مختلف عن اعمال اسامه، ان الشخصيات كلها شريره، مش مطلع حد خير. يعني محمود مرسي طلع شرير، كلهم نصابين. ويحيى الفخراني طلع شرير. وهو كان بيحكي ان هو يحيى الفخراني ابنه، بس هو محمود مرسي ما يعرفش. ومحمود مرسي كان عايش حياه في سلام، فهو يحيى الفخراني بيروح يستفزه ان هو يرجعه علم النصب، وبعد كده بيكتشف ان هو ما رجعوش علم النصب، ان هو كل دوت انتقاما منه لوالدته. تمام. لا يعني هرجع اتفرج عليه تاني، مش عايز افتكره بصراحه. المسلسل انا بالنسبه لي شهد اداء يعني هو جاب 2 كومتين كبار جدا. يعني المشاهد المباراه مثلا بين الفخراني وبين محمود مرسي شيء ممتع جدا، ان هم قاعدين هم زي توم وجيري كده قاعدين في صراع. ايوه فكانت حلوه قوي. طبعا بقى هو فشل، اقول لك افتكرت فشل ليه، افتكرت السبب فشل ليه. التنكر. ازاي؟ كانوا عاملين حاجه كوميدي يعني حاجه باينه قوي ان هي فيك يعني ولا ايه؟ كان هم المفروض بيتنكروا، فانت عارف بقى التنكر في الوقت دوت يروح شايل الشنب كده. ايوه انا افتكرت اسامه قال ايه في الموضوع ده دلوقتي، فبيقول لك كان ما عندناش حد بيعرف يعمل تنكر يعني عدل يعني. فالناس ما كانتش بتصدقوا ان هم يتنكروا. تاني حاجه بقى، كان في مشهد في التتر، المشهد ده كان مستوقفني لحد النهارده، ان محمود مرسي كان يقعد كده يحط رجل على رجل يروح فاتح السقف بتاع بيته. ده كان في اول يعني قبل ما يتكتب اسمه يعني. ايوه فكان يقعد ويروح فاتح السقف، وبعد كده يكتبوا ايه محمود مرسي لما الثعلب. كانت مشهد. انت عارف يعني اسامه برضه ليه في اوائل اعماله مثلا زي ايه، انا مفتاح السر، انا حل اللغز، انا بشر عامل عبد الظاهر. ليه كده حاجات بتبقى في اول المسلسلات تحس ان هي بتعلق. تاني حاجه اسامه الكاتب الوحيد اللي بيكتب اسمه قبل الممثلين. وبيشترط كده. هو لا انا هقول لك يعني استاذ اسامه هو اللي عمل فكره المؤلف النجم، يعني ان العمل بيتباع باسم المؤلف مش اسم المخرج او حاجه يعني. طيب خلينا نتكلم كمان عن الحته دي بقى، خصوصا المؤلف بقى، نتكلم عن
مين افضل مخرج الاستاذ اسامه اشتغل معاه او يعني قدموا مع بعض اعمال قويه؟ يعني احنا ممكن مثلا نتكلم نقول محمد فاضل، اسماعيل عبد الحافظ، جمال عبد الحميد. اعتقد، وبعد كده في الاخر في احمد صقر وفي كذا حد تاني. بس اعتقد احنا لو قلنا المرحله الذهبيه ويعني افضل انتاجات استاذ اسامه هنقول بين الاثنين دول، بين محمد فاضل وبين والاستاذ اسماعيل لا وجمال عبد الحافظ. الحميد. فانت جمال عبد شايف الحميد. انت شايف مين فيهم؟ وطبعا في جمال عبد الحميد طبعا وزيزينيا والعبقريه والحاجات الهايله دي، بس انا بتكلم عن الاثنين او الثلاثه دول. انت شايف مين فيهم اقرب حد اللي قدر يوصل افكار اسامه انور عكاشه؟ يعني بص، هو محمد فاضل يعني شويه كان يعني دايما اعماله طبعا فيها فردوس عبد الحميد، وانت كنت بتقول لي انا بحبها، وهي انا في بحبها الوقت بصراحه. هي الناس بصراحه بتظلمها، بس انا هي كممثله حلوه. اصل خلي بالك الناس برضو دلوقتي بتحكم عن زمان. انت لما بتكون في فترتها انت بتشوفها بتمثل كويس، ما هي ماسكه الشخصيه كويس وبتمثل كويس، واحمد عبد العزيز بيمثل كويس. فيعني يمكن مع الزمن انت بقى بتتريق على حاجات بعد ما بيمر زمنها، فطبيعي انك يعني ما تكونش ماشيه مع العصر بتاعك. لا هي في الوقت هي مع اسامه كانت حلوه، يعني في يعني انا وبابا مش كانت حلوه، وكانت بتغني وكانت تعمل اغاني كانت حلوه قوي، في حتى صوتها مقبول. كانت في برضه في زيزينيا وفي النوة وفي زيزينيا، صح؟ ايوه فعلا. زيزينيا كانت عامله الدور، وفي زيزينيا انت عشان شفت بقى النوة؟ شفت النوة يا حمد ولا لا؟ لا ما شفتش النوة. لا زيزينيا انا عايزك تتفرج على النوة بجد، لان انت هتشوف فيه يعني هتستمتع بالمقارنة بين عالم اسكندرية الجديد اللي هو قدمه، تمام؟ خصوصا نفس النوة ده شوفوا مع يعني قارنوا بعفاريت السيالة. يعني احنا عايز في يوم كده مثلا ممكن افكر اعمل مقارنة بين الاثنين، لان في حاجات كتيرة شفت جدا انا عفاريت جدا مشتركة بين السيد، المسلسلين. شفت عفاريت السيد، بحبه لا جدا. انا بتكلم، لا زيزينيا، اصل زيزينيا في مرحلة تاريخية بعيدة شوية. لا انا بتكلم على النوة وعفاريت السيالة، الاثنين في بينهم حاجات كتير قوي مشتركة. هشوفه حاضر اشوف. هو زيزينيا يعني زيزينيا وعفريت السيالة واحداث اسكندريه تقريبا هو من اكتر الناس اللي ارخت الاسكندريه، صح يعني فعلا. او عمل مسلسلات اسكندرانيه يعني. حتى ضمير ابله حكمت برضه في اسكندريه، والرايه البيضاء في اسكندريه. احنا يعني هو فعلا هو 90% من مسلسلاته هتلاقي يا اما في اسكندريه يا اما بيروحوا اسكندريه في احداث كتيره قوي يعني. لا انا بقول لك يعني من المسلسلات الحلوه برضه عفريت السيالة جدا، يعني عفريت السيالة كان شهد بطوله احمد الفيشاوي، وكان قبليه كان عامل كناريا، سيد كناريا او كناريا وشركاء، وكان طالع بقى يعني الدورين دول مش ادوار خيره، وده مختلف عن اعمال اسامه. يعني احمد الفيشاوي ما عمل الدور دوت، انا فاكر كان المسلسل عامل رد فعل كبير جدا، والناس كانت حباه قوي، يعني ان هو عبله كامل. بس انا مش فاكر ان مغاوري كان شرير بصراحه. انا شايفه يعني كان عادي، كان شاب جدع يعني اسكندراني، ما كانش شرير قوي. انا ما شفتش كناريا وشركاء ده اللي لسه برضه هيتفرج عليه قريب، لكن انا فاكر عفريت السيالة ما كانش شرير، ما كانش شخصيه شريره، شخصيه بس ما كانش طيب برضه، يعني ما كانش ساذج. ايوه مش طيب، هو مش طيب، بس هو شاب ايه يعني، عارف انت متحرك وكده يعني، بس ما كانش ماهوش شخصيه شريره يعني، ملوش نوايا شريره مثلا يعني. بس كان مسلسل مختلف عن اسامه، وان هو يدي بطوله لشاب يعني. واحمد الفيشاوي في الوقت ده كان فلته في الوقت دوت، كان طالع لسه تقريبا من تامر وشوقية، وكان عامل نجاح رهيب، او قبل تامر وشوقية او بعد تامر وشوقية، مش فاكر بالظبط، مش متذكر يعني. في نفس المرة نفس الفتره تقريبا. وكنا متوقعين ان هو يبقى نجم تلفزيوني يعني في الوقت دوت، كان كبير جدا يعني. كناريا على فكره لو شفته هيعجبك جدا. انا بحب فاروق الفيشاوي على فكره قوي، يعني فاروق الفيشاوي يعني شايف انه ممثل، انه يعني ممثل مش واخد حقه على فكره في التقدير يعني. مع انه مثلا انا شايف انه مفيش دور عمله وحش، يعني هو بيمثل يعني اي دور بيعرف يعمل الخامه بتاعته والشغل بتاعه. اكتر حاجه بتحبها الاستاذ فاروق ايه؟ الله يرحمه. لا طبعا يعني لو سينما طبعا افلام كتيره جدا، بس لا مسلسلات، سينما كتير. مسلسلات الحاوي. طبعا انا كنت اقول لك الحاوي ده بالنسبه لي ده حاجه تانية، مسلسل يعني فظيع بجد. انا بعشق الحاوي ده واتفرجت عليه اكتر من مره، وما بزهقش ابدا منه بسبب الموضوعات وطريقه الطرح والشخصيات العجيبه اللي قدمها لنا. اعتقد الاستاذ محسن زايد اللي قدمها. وليه محسن زايد وليه مسلسل اللي هو عمله اللي هو تاريخي دوت او مش تاريخي، اللي هو علي الزيبق. علي الزيبق ده عامل فيه اداء رهيب يعني. ومسلسل علي الزيبق يعني عشان انا بقى شفته قريب، هو يعتبر الجزء الثاني بتاعه مسلسل جحا بتاع الفقراني. فعلا بنفس الشخصيات، حاجات كتير قريبه. فعلا. لا ما هو الاثنين متقدمين راديو كانوا علي الزيبق.
تمام. لو انت سمعت الراديو لا انا الجزئين. ما سمعتوش راديو، لا انا سمعت، اه انا يعني اتفرجت عليه تلفزيون بس وسمعت قصة علي الزيبق من حكاية ألف ليلة. تمام. ما هم بقى فهو يعني يسري الجندي ما جه عملوا بقى يعني في فرق زمني كبير جدا، فراح غير الشخصيه خلاها جحا مكان علي تمام الزيبق اه. وكمل صح الاحداث. فعلا. بس هو في الراديو كان عارض الجزئين ان هم علي الزيبق. تمام تمام صح اه فهمت كده. يعني هو لما قدمها لما قدم المسلسل اللي هو كان استاذ يحيى ومنى زكي وكده، كان ده المفروض ان هو الجزء الثاني من علي الزيبق، كتابة من علي الاستاذ يسر الزيبق الجندي. بس هو طبعا تمام يعني زمنيا كان في فرق كبير جدا. فانا شايف ان هو قدم اداء حلو قوي، ويعتبر حتى انا شايفه جدا. احسن من احمد، احسن من الفيلم بتاع الكنز في اداء الشخصيه. انا شخصيا ما بحبش فيلم الكنز قوي، فيعني اي حاجه ممكن تكون احسن منه ممكن لا يكون مختلف يعني شويه. الشخصيه يعني محمد رمضان خدها في ناحيه الاكشن قوي والحركه الجسديه يعني. هي مكتوبه له بشكل مش كويس، يعني هي ده لا يتناسب مع اسطوره علي الزيبق واللي عمله او كده، ولا يتناسب حتى مع موضوع الفيلم. يعني انا بالنسبه لي ما كانش، عشان كده مش بحب فيلم الكنز قوي. طيب انت كنت قلت لي معلومه جميله قوي النهارده، وعايزك انت تقولها للناس برضو، اللي هو مين الممثلين المعتاد او يعني تتوقع تشوفهم في كل عمل لأسامة أنور عكاشة. عايزين نتكلم عنهم بقى ونحاول نديهم شويه تقدير كده، لان الممثلين دول بجد ممثلين هايلين جدا. يمكن ما عملوش ادوار بطوله كتير، تقريبا ما افتكرش منهم حد عمل ادوار بطوله، لكن ادوارهم كانت مميزه جدا، وادوارهم في كتابات اسامه انور عكاشه كانت مختلفه جدا جدا وليها مكانه خاصه. فخلينا كده نتكلم عن كل واحد منهم. قول لي بقى نبدا بمين؟ احنا اللي احنا بدانا عليه نبيل الدسوقي. نبيل الدسوقي تقريبا انا ما بشوفتوش اعمال غير مع اسامه، يعني استاذ نبيل الدسوقي طبعا يعني. محمد متولي كان عاجبني جدا جدا في زيزينيا. محمد متولي تقريبا في كل اعمال رائع. اسامه لازم محمد متولي. مفيش مسلسل عمله اسامه ما فيهوش يعني بنسبه 90%. سيد عزمي اللي هو لا انا خلينا نتكلم شويه عن محمد متولي الله يرحمه. نقول يعني شويه ادوار كده الاستاذ محمد متولي عملها. الناس يمكن لو حطت الادوار دي جنب بعضها كده هتشوف قد ايه كان قادر على تجسيد طبائع مختلفه جدا جدا. يعني لو قلنا مثلا بعيدا عن الاستاذ اسامه، مثلا دوره مثلا في سلام يا صاحبي، شخصيه خولي ودي كان عامل ازاي وكده. تعالوا بقى مثلا نرجع نشوف شخصيته في الشهد والدموع. مش فاكر كان اسمه ايه بالظبط، تمام في البتاع، بس اللي هو خد المحل بتاع حافظ بعد كده كان عامل ازاي، ولما اتجوز الخدامه وحاجات زي دي. شخصيه المحامي قدمها مرتين بشكل مختلف جدا. ارابيسك كان بيربي كتاكيت في المكتب. بقول لك لسه بتفرج عليه من اسبوعين. لا ده ما انا اقول لك ارابيسك، وشخصيته بقى عايزك تشوفها او يعني تحاول ترجع تشوفها مثلا في انا وانت وبابا في المشمش. المحامي العقر اللي عارف كل حاجه والشرير، شوف قدر يقدمها ازاي بالجوده دي. وبعد كده عمل المحامي الكوميدي الهلهلي ده في ارابيسك. طبعا زي ما انت مثلا قلت دوره كمان في ليالي الحلميه كان دور هايل جدا. انت بتقولي ان هو في ادائه في زيزينيا ده اعلى اداء في يعني تاريخه كله، فقول لي ليه انت حاسس بالحته دي؟ هو بص، هو دوره في زيزينيا دور معقد طبعا، ان هو دور عنده عقد، وبيحس ان مراته وهو بيطلق مراته ساعتها سوسن بدر، وبعد كده بيتجوز لوسي اللي هي بتحب نبيل حلفاوي، فهو بيحس قدامها بالعجز، فبيبدا يتدروش ويدخل في يعني في اختلاط ذهني او تشتت ذهني. فالمشاهد الحزن والاكتئاب ديت، ولما يجي يحيى الفقراني يطبطب عليه يقول له ابعد عني انت مش اخويا. يعني هو كان في الدراما ان هو اخوه، بس ده مصري كامل وده مصري اجنبي. فهو كان حتى يعني هجومه على اخوه بشكل دايم، هجومه على اخواته، الحقد، نظره الحقد اللي حد عنده عيل. في مشاهد اللي هم اتهموه ان هو خطف ابن نبيل حلفاوي، ونظره الحزن ان هو ما عملش كده والاتهام. لا كان عامل اداء في مشاهد كتيره جدا كانت ماستر سين بالنسبه له. يعني مشاهد انا يعني لا ده ممثل نجم وبطل ويستحق يتفرد له مساحات كبيره جدا. تاني حاجه تكوينه الجسدي يعني تكوينه الجسدي اللي هو يعني الضخم دوت، ويقدم اداء فيه ضعف واستكانه بالطريقه ديت، فده يحسب له. يعني اللي هو مش يعني جسده وشكله مش عمره ما كان مقيد ليه في اداء الشخصيات. فلا يعني هو ليه اداءات عاليه جدا محمد متولي يعني. تاني حاجه تحطه في دراما شغال، تحطه في كوميدي
شغال بقى تحطه في ممثل متكامل. مفيش دور تقريبا عمله وحش يعني. برضو حته يعني انا فاكر له مثلا في، لا معلش هنخرج شويه بره الاسامه، الفيلم اللي عامله يوسف معاطي اللي هو بتاع نحب نقب، ما كان طالع دكتور عباده اللي نجحهم. انا من احلى الافلام اللي بحبها جدا وهي تحب يتقب ده بصراحه، يعني من وانا صغير، والقصه بتاعته والعالم العجيب ده. فبرضه كان عامل يعني لو انت قدامك يعني كوميديانات كانوا في الوقت دوت مكسرين الدنيا وهو قادر يسد قدامهم يعني. لا كان ممثل هايل يعني. طيب نقدر نتكلم مثلا عن سيد عبد الكريم مثلا. في دور زينهم السماحي طبعا. يعني حسن يوسف نفسه، حسن يوسف في ليالي الحلميه انا شايف ان هو قدم اداء ما قدموش في حياته كلها اساسا. شخصيه توفيق. أيوة. بس يمكن لانه يعني اول مره تلفزيون تقريبا، او يعني من المرات القليله قوي بعد زينب والعرش تقريبا، يعني انا مش فاكر عمل ادوار تلفزيون كتير. يعني انا لو حسن يوسف مثلا ادوار التلفزيون اللي هي زينب والعرش، وبعد كده اللي هي الحلميه، وبعد كده امام الدعاء. فيمكن هو برضو بقى عنده مساحه اكتر من التعبير، غير اللي كانت في السينما. برضو ادوار في السينما كانت محدوده شويه. بالظبط. بس هو يعني سيد عبد الكريم مثلا وحسن، يعني سيد عبد الكريم يعتبر بطل في ليالي الحلميه في الجزء الاول والثاني يعني. وشخصيته يعني عشان يحلوا محلها بعد كده جابوا 2 ممثلين تقال جدا في الرابع والخامس. جابوا صلاح قبيل، وده ممثل تقيل جدا يعني جدا يعني. وبعد كده صلاح قبيل مات في المسلسل، مات في الحقيقه. فجابوا يوسف شعبان يعني ان هو ابن عم صلاح قبيل اللي جه اشترى القهوه من ابن عمه، او جه ورث ابن عمه وكمل الدور بنفس الحوار اللي كان عامله صلاح قبيل. ايوه. ففي كل دوت انت شخصيه واحده اللي هو رئيس القهوه اللي هو سيد عبد الكريم، ودول بقى الاتباع او اللي هم بيحاولوا يحلوا محله. فسيد عبد الكريم وشخصيه ما هجم على الفيلا وعمل، لا يعني كان اداء برضو تقريبا ما وصلش للاداء ده تاني والنجاح ده تاني غير مع اسامه. وهو كان عنصر ثابت في كل اعمال اسامه انور عكاشه. سيد عزمي كان عنصر ثابت في اعمال كل اسامه انور عكاشه. سيد عزمي اللي هو كان عامل بؤلز يعني اشهر اعماله. ايوه ايوه طبعا استاذ سيد برضو من فعلا هو تقريبا هتلاقيه في كل اعمال استاذ اسامه. العمل الوحيد اللي انا مش فاكره فيه انا وانت وبابا في المشمش، يعني ما افتكرش انه كان موجود فيه. لسه ما تعرفش عليه. النار يعني في ادوار معينه كده، او يعني في اعمال معينه ما كانش موجود فيها. نقول مين تاني مثلا؟ عهدي صادق، استاذ عهدي صادق، صح؟ عهدي صادق كان طالع في زيزينيا في الدور البياع اليوناني. تودري. تمام. وعندنا ممثل هايل جدا استاذ شوقي شامخ الله يرحمه، برضو كان في كل اعمال استاذ اسامه برضو تقريبا. يعني مفيش عمل ما افتكرش، مش فاكر ان في عمل ما شفتوش فيه من بعد مرحله 87 يعني هي المراحل اللي بعد كده كلها. طبعا شوقي شامخ من الممثلين الحلوين قوي. هو كان عامل حتى دور كبير في ارابيسك، كان هو المهندس اللي كان عامل شريف زازا، مهندس اللي هو مهندس الديكور. انت ايه اكتر حاجه بتحبها في اعمال اسامه؟ يعني ايه اكتر ميزه بتشدك ليها او بتحس ان هي معبره عنك يعني؟ هقول لك اكتر حاجه بحبها فيه. دايما بيلفت نظري فكره العرض التشابكات الاجتماعيه للشخصيات بتاعته. يعني ان هو ما بيجيبش الاشخاص بتوعه او الشخصيات الاكثر اهميه في النص الدرامي بتاعه، ما بيجيبهمش بمعزل عن جيرانهم وعن اصحابهم وعن قرايبهم وعن اللي مش شغالين معاهم. لا، هو بيعرض كل دول وبيجيب تشابكات وبيجيب حكايات ليهم كمان. يعني برضو انت كنت قلت لي الحته دي الصبح ان الاستاذ اسامه من اكتر الناس اللي بيهتموا بموضوع الحكايات الجانبيه للشخصيات الفرعيه او الشخصيات المساعده، انه بيعمل لكل حد منهم حكايه ليه بتتحكي وبتستمر معانا في المسلسل. دوت يعني الحكايات الفرعيه ديت يعني من اهم العوامل نجاحه. يعني مثلا يعني انا واحنا بنتكلم دلوقتي عن محمد متولي افتكرت الدور بتاعه هو وعهدي صادق في ليالي حلميه. في الجزء الاول كانوا شغالين عن صلاح السعدني، في الجزء الثاني ابتدوا يعملوا شركه صغيره، جم بعد كده في الجزء الخامس ابتدوا هم عاملين ثنائي مع بعض وابتدوا يشتغلوا في توظيف الاموال. فهو عامل تصاعد للشخصيات، يعني هو عارف من اول جزء ان الشخصيات دي هتوصل للحته ديت. وفعلا مثلا لو انت تيجي تقرا مثلا التاريخ المصري مثلا، لا هم كانوا اللي شغالين في توظيف الاموال كانوا طالعين من اعمال دنيويه. فهو استغل شخصيتين كانوا شغالين عند سليمان غانم لحد ما وصلوا ان هم بقوا كبار رجال اعمال.
وعلى فكره الحته دي هي اللي بتخلي مسلسلاته دايما خاليه من حته المط والتطويل، ان هو عنده حكايات كتيره قوي بتملى زمن ال 30 حلقه، غير مثلا مسلسلات تانية يبقى عنده حكايه واحده فانت شايف كل اللي حواليها حشو وتطويل بس. فهو لا، هو بيعرف يعمل ده كده كويس يعني. شخصيات مثلا في حاجات جانبيه مثلا، يعني هو من صاحب فضل طبعا على احمد عز، احمد السقا ظهروا في زيزينيا لو تفتكر، احمد عز ظهر في زيزينيا. ايوه طبعا. كريم عبد العزيز احمد السقا على فكره، احمد السقا هو ظهر معاه في النوة، عشان كده اتفرجت على النوة هتشوف احمد السقا بشكل يعني برضو بشكل وهو لسه صغير قوي يعني. انا فاكر زيزينيا، ما حضرتش النوة لسه ما شفتهاش. لا ما بقول لك النوة اتفرج عليها هيعجبك قوي. ياسمين عبد العزيز واحنا كنا فاكرينهم اخوات زمان. زمان فعلا كنا في امرأة من زمن الحب. فاكر المسلسل دوت واللي هو حفلات عبادة الشيطان وكنا لابسين اسود. ايوه طبعا فاكر كل اللي فيه ده. اصل المسلسل ده هقول لك حاجه يعني، اولا هو كان حلو جدا بالقصه والحاجات دي كلها، كمان كان في اغنيه حلوه جدا بتاعت هشام عباس. بس هشام عباس كان في اميره في عابدين. امرأة من زمن الحب كانت مزيكا بس. ما انا بتكلم انت صح، التاني ايوه اميره في عابدين صح فعلا. طب انت صحيح ايه اللي بيعجبك فيهم اكتر، اميره في عابدين ولا امرأة من زمن الحب؟ لا انا بحب اميره في عابدين بصراحه، ما بحبش امرأة من زمن الحب. امرأة من زمن الحب تحس ده ساعتها قعدوا يخوفونا والجرايد تنزل عبدة الشيطان والناس دي اللي كانوا بيسمعوا مزيكا صح. بيسمعوا مزيكا ميتال لو تفتكر وكان هم ساعتها مسكوا ناس ساعتها في قصر البارون. في قصر البارون ايوه الحكايه المشهوره دي فعلا. واسامه كتب عليها المسلسل. ما اعرفش هو يعني قاصد يكتب عليها ولا هو جابها بس كده في النص، بس هو يعني هو مشي مع اللي كان بيتقال وقتها والحاجات دي. طبعا هي الحاجات دي كلها ما لهاش اساس من الصحه يعني، مش ان هي ما حصلتش، لا ان تفسيرها ما كانش زي ما الاعلام روج وقتها يعني. هو مشي في الخط. طيب لو قلنا مثلا في الاخر ان استاذ اسامه هو اللي اسس فكره الدراما التلفزيونيه بالتالق وبالانتشار وبتحقيق الاهتمام ده عند كل المشاهدين المصريين والعرب عموما يعني، نقدر نقول هو مؤثر قد ايه في الدراما اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ يعني كام واحد دلوقتي من اللي بيقدموا اعمال نقدر نقول انه متاثر بيه؟ لا يعني ممكن، لا في مؤلفين طبعا مصريين يعني انت عندك محمد سليمان عبد الملك مثلا كان مقدم السنه اللي فاتت راجعين يا هوا مع خالد النبوي. ده مسلسل كان عامله راديو يحيى الفقراني مع اسامه، كانت كتابه اسامه. لا انا قصدي حد متاثر بيه في تكويناته هو يعني، مش واخد حاجه لاسامه نوراكاشا، لا هو نفسه بيقدم الجو ده، بيقدم جو العيله، بيقدم الترابطات او الشكلات. هل انت شايف حد فعلا بيقدم ده دلوقتي ولا لا خلاص ما بقاش؟ لا هو المناخ نفسه مش مناسب. المناخ نفسه مش الحاجات. لو انت جبت اعمال اسامه وعرضتها النهارده يعني بعيدا ان احنا بنحبها ان هي تاريخيه، لو عرضتها على الجيل الجديد مش هيشوفها. فهو لا هو تقيل عليه شويه، تقيل عليه طبعا. بس انا بقول لك الكتاب نفسهم الموجودين مثلا محمد سليمان عبد الملك، ما هو ياخد عمل راديو ويحوله لمسلسل تلفزيوني، ده معناه ان هو بيحب اسامه، ان هو بيعمل الموضوع ده عشقا لاسامه. محمد امين راضي من محبين اسامه بجنون يعني، بعيدا ان محمد بيقدم شغل فانتازيا شويه، بس محمد عاشق لاسامه. محمد بيشوف مسلسلات اسامه الحلوه والوحشه يعني. اسامه ليه اخر 5 سنين في حياته يعني مسلسلات احنا ما شفناهاش او مش منتشره، بس كانت مسلسلات مش بجوده مسلسلات اسامه اللي احنا اتكلمنا عليها يعني. فمحمد امين راضي برضو من محبين اسامه جدا. اسامه موجود يعني. اسامه السنه اللي فاتت عمل له فيلم الاسكندراني، السنه اللي قبلها اتعمل له فيلم باب الاخضر لو تفتكر. شفت الفيلم فلا يعني موجود وهتتعاد اعمال ليه، بس هتتعاد بالستايل اللي حاليا يعني. انا على فكره باب الاخضر يعني لو انت شفته انا شايف ان هو فيلم تمانيناتي يعني، ما ينفعش يتقدم. الباب الاخضر هو يعني هو بعيد خالص عن دلوقتي، عن جو دلوقتي، بس هو يعني حلو كانه هو لانه فكره الاستاذ اسامه يعني، لكن هو كتنفيذ يعني مناخ للفيلم او كده لا هو بعيد فعلا عن دلوقتي تماما. تحس ان هو لو نزل في الثمانينات كان ينجح يعني، اللي هو فكره اشاعه ان هم عايزين يموتونا ايوه وان حد تتوه من يعني ابنها يتوه منها ومش عارف ايه وبتدور عليه وكده. بس على فكره هي
القصه دي اللي انا اسمعه يعني، لو انا اعرفه ان هو كتب القصه دي من حكايه حقيقيه هي نفسها اللي اتاخد منها فيلم قبل كده، بتاع مديحه كامل. كان مديحه كامل، لا بتاع نجلاء فتحي، بس مش فاكر اسم الفيلم ايه. كان برضو نفس الحكايه انها اتاخد منها وحاجه زي دي، بس مش فاكر اسم الفيلم بالظبط. واتهموه بالجنون. يعني دي حكايه حقيقيه حصلت في المجتمع المصري واتكتبت بكذا شكل. انا برضو بحب حاجه يعني كويسه جدا في اعماله يعني، او يعني اعمال اسامه. طبعا هي اعمال اسامه يعني، انت زي ما قلت محمد فاضل، اسماعيل عبد الحافظ، الثالث طبعا جمال عبد الحميد. انا شايف مع جمال عبد الحميد عمل شغل معاه عالي جدا يعني. عمل معاه تقريبا زيزينيا، وعمل معاه ارابيسك. فعملين تقال يعني. اسماعيل عبد الحافظ طبعا يعني، كان اسماعيل عبد الحافظ كان مخرج شويه نمطي، مع انه بس كان يعني في الاخراج هو مخرج جميل جدا. بس هو يعني لو انت بصيت على اخراج اسماعيل عبد الحافظ هتعرفه ان هو بياخد مشهد لونج وبعد كده كلوز ومشهد لونج. هي مفيش تكنيك كتير فعلا. ايوه. وكان طبعا يعني اسامه يعني اسماعيل عبد الحافظ يعني احنا حضرناه خفيف يعني. هو كان يعتبر الاعلى مخرج في الدراما، في الفلوس، في الاجر وفي الشهره يعني. اسماعيل عبد الحافظ يعني كان في وقته ما كان شغال هو اعلى مخرج في الدراما، هو اللي بيجيب المشاهدات يعني. وكان مخرج رايق جدا، الله يرحمه. الله يرحمه. كان الناس ما تعرفش برضه كان بيلبس الجلابيه في اللوكيشن. ايوه انا عارف. وطبعا بيشرب شيشه وكده. فكان يعني كان شخصيه يعني. هم يعني انا ما لقيتلوش حوارات على فكره في الاعلام كتير يعني. هو تقريبا ما كانش بيحب يتكلم، بس شخصيه لا قليل قوي. بس شخصيه فنيه غريبه وقويه، وكان عنده ثقه في اعماله كبيره جدا يعني. هو عارف ايه اللي هينجح، ايه اللي يعني. اسماعيل عبد الحافظ ملوش مسلسل بعيد مع اسامه او من غير اسامه ما نجحش يعني. صح تقريبا فعلا صح. فهو فاهم بيخرج بمزاج، بروقان كده، مش اللي هو بيخرج ايه ان هو خايف من السوق. محمد فاضل يعني عيبه او اللي هو برضو اللي هو كان دايما بيخلق ادوار لمراته، وده كان او فردوس عبد الحميد يعني. فردوس عبد الحميد ممثله كويسه جدا، بس انا ما كنتش مثلا برضو من الحاجات اللي ما حبيتهاش في ليالي الحلميه ان فردوس عبد الحميد قدمت دور اللي هي امه انيسه، وبعد كده جت محسنه توفيق، مع ان محسنه توفيق ممثله رائعه واداء صوتي رهيب يعني. محسنه توفيق دي صوتها رهيب جدا يعني، ممثله جميله. واخت ابله فضيله. طبعا انا عارف. الصوت رهيب يعني. بس اللي انت تغير الممثلات ده كان شيء بشع يعني. اللي انت مثلا دلال عبد العزيز بعد كده تتحول مش فاكر مين تاني، راشد. الناس كتير اتغيرت، كذا حد اتغير. فأسامة ده كان عيب في اعماله كتيره جدا جدا يعني اللي انت تغير. انت عارف ان هم يعني حتى زيزينيا كانوا عايزين يعملوا جزء ثالث لفاروق فيشاوي، بس يعني فاروق اعتذر يعني. هو المفروض اللي انا اعرفه ان هو المفروض ان هم كانوا ثلاثيه. ثلاثيه، بس ما تقدمتش للجزء الثالث يعني. ريح الفقراني كبر يعني. هو المفروض اللي انا اسمعه ان هو كان فيه اللي هو الولي والخواجه، وبعدين الليل والفنار، وبعدين في حاجه ثالثه بس مش فاكر اسمها ايه. بس هو كان فيه ثلاثيه يعني، هو ما كانش هيبقى ثنائيه بس زي ما اتعمل يعني. لا ما هو مكتوب الجزء الثالث بس ما تنفذش. تمام. انت كنت بتقول لي بحب جدا مسلسل صقر الحلواني، وكنت بتحب الاغاني اللي فيه. جدا جدا. انا شويه بحب ابو العلا البشري برضه. ابو العلا البشري يعني كان غيروا علي الحجار في الجزء الاول، جابوا مدحت صالح. انا بقى مشكلتي في ايه؟ ان انا بشوفتش الاعمال ديت في التلفزيون بينها سنتين ثلاثه، انا بشوفها ورا بعض. ايوه. فبتلاقي الحلقه 30 علي الحجار، الحلقه اللي بعده 30 مدحت صالح. لا هقول لك على فكره، ده برضو بيأثر في تقييمك للمسلسل يعني. انت خلي بالك لو انت برضو بتشوفه على ان في فرق سنه او سنتين، الموضوع مش هيضايقك قوي زي لما تشوف السيزون الاول بعدين تشوف الموسم الثاني على طول وراه يعني. فاهم؟ تحس اللي هو في نطه كده غريبه. انتوا بتخرجوا مين دول؟ لا لو انت شفته بالتالي وعدى سنتين ممكن تتقبل الموضوع شويه. فهو كان عنده مشكله، وهو كان يعني هو اثار حكيم مثلا لما جت زيزينيا كان مش عايز يمضي معاها يعني. فقالت له هلتزم، وبرضه باعته. هي مش عشان الفلوس على فكره يعني. هو كان لازم يمضيها الموسمين او الثلاثه مع بعض عشان يعني يضمن ان هي تكون موجوده. في ليالي الحلميه اعتذرت لانها كانت مرتبطه بانجاب او كده، فاعتذرت. فقالت لهم اجلوا العمل، فقالوا له اسامه قال لا مش اجل العمل، اجيب غيرك.
فهو عنده النبره لا ما برضه ينفعش. الحاده ديت يعني. هو كان حازم جدا في مثلا ان حد يغير حاجه هو كاتبها، او ان حد مثلا يفرض عليه شروط. هو كان حازم جدا في ده، ويمكن ده اللي خلى اعماله تنجح، ان هو كان بيوصل العمل زي ما هو كان عايز يشوفه بالظبط وزي ما هو كتبه. فيمكن ده من ضمن الحاجات فعلا اللي ساهمت في ان اعماله كلها تنجح وتفضل معانا لحد دلوقتي. محمد، انا عايز اقول لك يعني انا استمتعت جدا جدا وطولت عليك معلش في الكلام عن الاستاذ اسامه انور عكاشه. الكلام عنه طبعا ما بيخلص، والكلام عن كل مسلسل هو قدمه لنا وكل تحفه فنيه هو عملها لنا ممكن ياخد حلقه لوحده وحلقات كتير كمان. ان شاء الله هنعمل حلقه تانية، زي ما قلنا هنعمل حلقه تانية عن الكتابه السينمائيه او الافلام اللي قدمها استاذ اسامه انور عكاشه، واللي كان مختلف فيها تماما عن الدراما التلفزيونيه. هنشوف قد ايه كان هو عنده جرأة اكتر، كان متحرر اكتر، قدم مواضيع شائكة اكتر، هاجم ناس بشكل يعني ضاري جدا وبشكل محدد، وحتى كتبهم بالاسامي وقال اسمهم في الشخصيات والحاجات دي كلها بشكل اوضح بكتير. الحلقة الجاية ان شاء الله نتكلم فيها عن اسامة انور عكاشة في السينما ان شاء الله. اتمنى انا استمتعت واتمنى الناس تستمتع بالحديث عن اسامه انور عكاشه. يعني هو قيمه كبيره. احنا شويه اتكلمنا كلام ايجابي في حقه، وبرضه شفنا حاجات سلبيه اتكلمنا عنها، بس هو في الاول في الاخر هو واستاذ المهنه، وهو تقريبا اللي اسس فكره ان الكاتب الدرامي يكون ليه بالاهميه ديت. يعني قبليه ما كانش الكاتب الدرامي بياخد المكانه اللي هو يستحقها. وهو كان يعني هو حط يعني كان المسلسل لو ما كتبش عليه اسمه اول واحد مش هيشتغله يعني. صح. وهو عشان كده ما اشتغلش مع نجوم مثلا، يعني ده من اسبابه يعني. وانا سعدت جدا بيك، واتمنى الناس تعجبها الحلقه بقى، واتمنى نشوف ارائهم في التعليقات ان شاء الله. لا انا متاكد ان شاء الله هتعجبهم الحلقه، وان شاء الله يعني يقولوا لنا ارائهم ويقولوا لنا الحاجات كمان اللي هم حسوها مع اعمال استاذ اسامه. ايه اكتر حاجه عجبتهم، ايه اكتر مسلسلات عجبتهم، ايه اكتر شخصيات عجبتهم، ايه الحاجات اللي ضايقتهم، او ايه الحاجات اللي كانوا نفسهم ان هي تتغير او تتكتب بشكل مختلف. هنستنى ارائهم وتعليقاتهم. بشكرك مره تانية، وان شاء الله نتقابل المره الجايه ونتكلم زي ما قلنا على باقي المنجز الكتابي والدرامي اللي قدمه لنا استاذ اسامه انور عكاشه. بشكرك يا محمد ومع السلامه. شكرا لحضرتك.